سلام سلام حبيباتي وشاكو راكم مليح ان شاء الله كيما تكونوا ملاح كيما راكم تشوفوا غالياتي اليوم جبت لكم وصفه تشارك المسكر البنات سلطان الميده ما كاش منا اللي ما يحبش التشارك شكون ما يحبش التشارك يكتب لي في لي كومونتير جاب لي ربي ما كاش البنات اليوم جبت لكم بواحد العجينه البنات تجي تذوب في الفم بواحد العقده البنات معسله اون دير عقده تاع التيريات ماشي عقده تاع نتاع تشارك البنات. شوفوا كي قسمته لكم ديجا فات فيه الموس بالخف وها هي ليك العقده. شوفوا لي كيفاش تبقى معسله البنات تبقى كيما درناها كيما تبقى هاي ليك. نبداو بسم الله في المقادير. ما تنساوش البنات صلاه على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. هنا البنات في الريسيبيون نديرو 3 كيلات فرينه تكون كيله ممسوحه كيما راكم تشوفوا. انا توجور نستعمل الكيله هكذا البنات. عبرت البنات بالغرفيه ومن بعد درت هنايا ملعقه سكر ناعم درت لافاني وديروا قرصه ملح هكذا البنات. ومن بعد هنايا جبت هذه الغرفيه هايليك درت غرفيه تاع سمن مدينه. انا توجور نستعمل سمن المدينه. درتها غامولي البنات ما تذوبوهاش غامولي شتا ولا صيف. ومن بعد تكملوها بالزيت هكذا. انا توجور الشتاء ولا الصيف نستعمل المدينه غامولي من الباطا نحطها ديريكت. لكانت جامده بزاف خلوها غير هكا تدي حراره الغرفه. خلوها في بلاصه تكون سخونه وخدموا بها. هذا مكان ما تذوبوش السمن باسكو كون تذوبوه يتخلط لكم العبر. ومن بعد نتبسوا العجينه كما راكم تشوفوا بيديكم هكذا. لازم نستعملوا الايدي باش نعرفوا القوام تاع العجينه حتى تولي لكم اون بات كيما تاع الغريبيه. كامل نعرفوا نصنعوا الغريبيه نعرفوا لاباط تاع الغريبيه كيفاش تكون فما تحبسوا. ومن بعد اطموها بالماء والماء الزهر. هذا واش نسحقوا. انا توجور نخدم بالعجينه التقليديه يخرجوا لي عرايش يخرجوا لي يذوبوا في الفم ولا تشارك يخرج لي يذوب في الفم ولا كعكات نفس العجينه. هذه لاباط ديروها في الكعكات والعرايش وفي تشارك. هنايا هذيك الغرفيه اللي عبرت بها خليط بين الماء والماء الزهر ولا ديروا الماء كيله تاع الماء وديروا فيها عفوا حبيباتي وديروا فيها عطر المزهر هكذا البنات. الماء ديروه غير بالعقل ديروه وتخلطوا باسكو ما نقدوش نديروا كامل الماء على ضربه. ما على بالناش شحال تدينا العجينه ماء باسكو كل فرينه وكيفاش نديروا ونخلطوا. نتوما كي ديروا الماء غير بالعقل ولا بات راهي تشرب في الماء هكذا البنات. العجينه راهي تشرب في الماء كيما راكم تشوفوا ندير غير بالعقل وانتم راكم ديروا في الماء هو راه يدخل في العجينه حتى تولي لكم عجينه طريه. ما تجروش بزاف العجينه باسكو ما تساعدكمش في الخدمه وتعييكم في الخدمه. نو ما تجروهاش بزاف لا ديروها شويه شويه هكذا هيديك. دوك نوري لكم شوفوا لي هذا هو القوام تاع العجينه. هاوليك شحال بقالي من الماء. ديروها في كيس بلاستيكي وخلوها تبات. ديروها في الليل خدموا بها غدوه متاك الصباح ولا ديروها الصباح خدموا بها الحشيه. ليسونسيال خلوها تريح على الاقل خلوها تريح 4 سوايع في الثلاجه. هنا البنات بعد ما ريحت لي وكامل شوفوا لاباط كي راهي بزاف هايله. انا البنات درتها كويرات وزنتهم على وزن 33 غرام. تشارك ما تزيدوش فوق 33 غرام. الحشو درتو 15 غرام كما كنتو تشوفوا. الحبه تاع تشارك كي وريتها لكم في اول فيديو بزاف كبيره سي با لابين تزيدوا فوق 33 غرام. هنا نبداو في الحشو. هنا الحشو عندي هاولك عندي كاس ماشي معمر تاع سكر. ما تعمروش حتى للفوق نقصوا منه اصبع. ديري بصبعك نقصي اصبع تاع سكر. ديري نفس الكميه تاع ماء ولا ديري ماء الزهر. انا هنا ما كانش عندي عطر المزهر درت المزهر. لا درتي هنا المزهر في الاخير ما ديريش عطر المزهر ولا درتي هنا الماء في الاخير ديري عطر المزهر هكذا البنات. شوفوا لي كاس ماشي معمر تاع ماء الزهر ناقص اصبع. نديروه فوق النار يلحق مرحله الغليان. نبدا نديروا له في الكاوكاو. هنا هاوليك الكاوكاو ندي منه 3 كيلات ثاني. الكاوكاو البنات كي تشروه حاولوا كي تشروا الكاوكاو تحكموه
كيما قلت لكم البنات، حاولوا كي تشروا الكاوكاو تشعلوا الفرن ديالكم، تخلوه في الفرن حوالي 5 دقائق، ما يتبدلش اللون ديالو، برك قد ما ينشف لنا من ديك الخضوريه هذا ما كان تطحنوه رقيق وتدو منه 3 كيلات. لازم تطحنوه رقيق. ديت منه 3 كيلات كيما راكم تشوفوا هكذا البنات، درت منه 3 كيلات. هاهمليك كيلات يكونوا هكذا معمرين للفوق هكذا. ومن بعد درنا هذاك الخليط تاع الماء والسكر، عفوا الماء الزهر والسكر، درتو فوق النار حتى يلحق مرحله الغليان. كي يلحق مرحله الغليان نديرو فيه هذيك 3 كيلات تاع الكاوكاو. البنات هذه مقادير مضبوطه، لازم تلتزموا بالمقادير. وهذه العقده تخرج لكم بزاف هايله. انا عندي واحد 20 سنه ملي نخدم بها وجامي نستغنى عليها، بزاف هايله، من بكري نخدم بها انا. هذه الوصفه تاع جداتنا وكامل كانوا يخدموا بها بكري. شفت كاين بزاف اللي يرجعوا ليها، انا من بكري نخدم بها وجامي نستغنى عليها. كي نديروا هذاك الكاوكاو ونخلطوا على نار ما تكون نار قاويه، ما تكون نار متوسطه. تبقاو تخلطوا، ما تحبسوش ما تخلط حتى داك الكاوكاو يتنحى لكم هكذا من القاع تاع الكسرونه. هاوليك شوفوا انا نطيبوا في هذاك الكاوكاو، هاوليك يتنحى من القاع تاع الكسرونه. هاوليك شوفوا كيف راه يتنحى. كي بدا يتنحى لكم هكذا من القاع تاع الكسرونه تنحوه وما تخافوش، ما تقولوش بلي راهو جاري. ومن بعد كي يبرد ينشف لكم. هنا درت ملعقه سمن، درت هنايا عطر اللوز، ديروا عطر اللوز المر هكذا، ودرت هنا لافاني. هنا البنات ولا درتو في الاول بالماء، في هذه المرحله ديروا عطر المزحر هكذا البنات. ومن بعد خلوه الحشو خلوه يريح، على الاقل خلوه يريح ساعتين في المجمد الا كنتو مزروبين، ولا ديريه صباح وخدمي به الحشيه. ودوك وريت لكم القوام ديالو كيفاش يكون كيما وزناه. هنا البنات نبداو نخدمو في التشارك ديالنا. حكمت لاباط، فتحتها على شكل مستطيل. عاونوا روحكم بزاف تساعدكم الكوبات في الخدمه. تشكلوا هذاك الكاوكاو ديالكم على شكل حربوش. البنات وزنوا كامل العجينه ومن بعد وزنوا كامل الحشو باش تبداو تخدموا، باش تجيكم العمليه سهله. انا توجور نخدم هكذا، نوزن العجينه بعد نوزن الحشو باش نبدا نخدم هكذا البنات. ومن بعد تشكلوا كما كنتو تشوفوا. شكلت هكذا، تشكلوا الحبه تاع التشارك ديالكم هكذا البنات. من بعد نديروها على شكل هلال. تحبوا ديروا هكذا بوشون هكذا تاع قرعه تاع الماء ولا يعاونكم في الخدمه هكذا. عامليك هاي لك الحبه تاع التشارك ديالنا. شوفوا الشكل ديالها يخرج بزاف جميل. ومن بعد تحطوها في الصينيه وتعاودوا تسقموها كي تحطوها في الصينيه. البنات التشارك تخلوه يبات ولا خلوه في المجمد ساعتين وطيبوه باش يحافظ على الشكل ديالو. طيبوه عفوا على درجه حراره 180 درجه. طيبوه هكا دوغي. بالكم تحمروا التشارك، كنت تحمروا التشارك العقده تيبس لكم. ردوا بالكم التشارك لازم يطيب دوغي، ما تحمروش التشارك. ديروه كامل من الفوق تشوفوه طاب من تحت. شالي له ديريه كامل سنيوه من تحت، شالي له من الفوق لازم تحسيه تمتم. تشوفيه حمر تنحيه. هنا جبت ماء الزهر، درت فيه ملعقه سكر ناعم، خلطت بالشوكه. ومن بعد ديروا هذاك التشارك في الماء تاع ماء الزهر، ديروا هكذا تغطسوه وتنحيوه. ونوري لكم الطريقه الصحيحه في التسكر. ثاني شيء مهم باش هذاك السكر ناعم ما يبسلكمش على الحبه تاع التشارك. هذه حاجه مهمه لازم تنتبهوا لها في التسكر. كي درناه في الماء الزهر ديروه في كيس ولا انا درت غير في طبسي. تحكموه ان بابي وتحكموه تنشفوا كامل هذيك الحبه قبل ما نحطوها في السكر ناعم. هذا سر من اسرار التسكر، لازم نشفوها باش نحطوها في السكر ناعم. باسكو كي نحطوها ديريكت بها بالماء الزهر ديالها هذاك السكر يبس لكم على الحبه تاع التشارك، والحبه تاع التشارك تيبس لكم مع السكر. هذا سر من اسرار التسكر. ومن بعد تغمروا هذاك التشارك هكذا
بالسكر وتخلوه يريح. لازم نخلوه يريح باش يشرب لنا السكر الناعم. حاولوا ديروا في ريسيبيون يكون كبير. انا دونك رميت معاكم غير هادو ربع حبات تاع تشارك، ما درتش ريسيبيون كبير باش نكمل. هذا مكان درت غير هذا الريسيبيون. نتوما ديروا في سنيوه ولا بلا تاع فوق. انا موافنه رميت في البلا تاع فوق يجي يساعدني في الخدمه. ومن بعد ما خليتهم، انا خليتهم يريحوا. انا كنت ديجا كنت مع الفطور خليتهم يشربوا السكر ناعم. انا كملت الفطور ديالي كي درتو يطيب راني نرمد معاكم في هذو الحبات. شوفوا ديجا تصيبوا الحبه شربت هذاك السكر ناعم. ومن بعد تبداو ترديو لها هكذا، ترموا عليها في السكر ناعم وتليسوا هكذا بالكف تاع يدكم. هذا مكان مع عمليه بزاف سهله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسونيش كومونتير شباب كيما نتوما ولايك للفيديو. اللي مش مشتركه في القناه نقول لك حبيبتي واش راكي تستناي اشتركي في القناه باش يلحقك غير جديد ان شاء الله. اي وصفه راكم حابين نديرها لكم كتبوا لي في التعليقات وانا راني نلبي لكم جميع طلباتكم. ونشكركم كامل، نشكر اي وحده دارت فيا ثقه ودخلت في قناتي. ونقول لكم ربي يحفظكم ليا وان شاء الله نكون خفيفه اظريف عليكم. هذا مكان. ومن بعد البنات بعد ما تكملوا سوبودرو كامل سكر ناعم هكذا من الفوق. وفي الاخير حبيبتي سلام.